الحكاية بتبدأ في مدرسة الشاولين. مجموعة من الرهبان كانوا بيتأملوا في هدوء، بس فجأة طفل صغير دخل عليهم واستعد للقتال. الطفل ده اسمه جاو، ويعتبر أقوى تلميذ بالمدرسة كلها لأنه اتعلم الكونج فو بسن صغير وأصبح ماهر جدا. في البداية جاو اتحدى واحد من الرهبان وقتله بدون خوف لحد ما قدر يتغلب عليه بصعوبة، وهنا راهب تاني انضم للمعركة وهاجم جاو بشراسة. للأسف جاو كان هيخسر لان الراهب ده قوي جدا وما كانش قادر يسيطر عليه، لكنه استخدم حركة سرية واستدرجه تحت ضوء الشمس وخلاه مش قادر يشوف. بعد كده غفله ووجه له ضربة قاضية. في النهاية جاو انتصر بالقتال واثبت قوته بالرغم من صغر سنه، وكل الرهبان حيوه، لكن معلمه قال انه فاشل بالدراسة ومع انه محترف بالكونج فو الا انه ما بيعرفش يقرأ او يكتب. عشان كده قرر يبعته لمدرسة عادية وسط المدينة من اجل التعليم. فجاو وافق على طلب معلمه وجري ورا الاتوبيس لانه كان هيمشي من غيره. بعد كده بتنتقل بينا الاحداث لان بنت شابة وكانت قاعدة في البيت مع اخوها الصغير زو، والاتنين اتخانقوا مع بعض لان زو بياكل كتير ومش مهتم بصحته. وهنا الدكتور زانج اتصل عليهم. زانج يبقى هو والد لان وزو، لكنه عالم مهم وبيقضي كل وقته في الشغل. ده غير انه بلغ اولاده بان ابن عمهم جاو طالب الشاولين هيقضي معاهم فترة في البيت لانه انتقل لمدرسة جديدة ومحتاج مكان للسكن. بعد ما الدكتور زانج قفل المكالمة مع اولاده اتفاجئ بعصابة من المجرمين وهم بيهجموا عليه بدون سابق انذار. المجرمين دول كانوا عايزين اختراع سري الدكتور صنعه عشان يبيعوه بمبلغ مالي كبير، لكن الدكتور رفض يساعدهم. لما المجرمين اتفرجوا على كاميرات المراقبة اكتشفوا ان الاختراع السري يبقى عبارة عن شريحة ذكاء صناعي موجودة بلعبة دب باندا. فقائد العصابة اخذ الدكتور رهينة وطلب من اتباعه يروحوا لبنته لان وابنه زو لانهم ممكن يعرفوا مكان الاختراع. في الوقت ده جاو وصل البيت وقابل لان فرحبت بيه في سعادة. بعد كده قالت ليه انه هيبات مع زو في غرفته لحد ما يخلص تعليمه بالمدرسة. بالليل المجرمين وصلوا بيت الدكتور زانج لكنهم قرروا يدوروا على الاختراع لما لان وزو يروح المدرسة عشان البيت يبقى فاضي. اما زو فضل يلعب على البلاي ستيشن واتفاجئ ان جاو بيتأمل مع نفسه وبيفتكر تعليم الشاولين فطلب منه ينضم ليه. بالفعل جاو وزو لعبوا مع بعض وسببوا ازعاج كبير، فلان ظهرت وزعقت لهم عشان يناموا لان في مدرسة بكرة الصبح. اول ما زو وجاو ناموا بنعرف ان اختراع الدكتور زانج السري موجود مع بنته لان، وكان عبارة عن دب باندا فيه ذكاء اصطناعي وبيتكلم معاها بصوت والدتها عشان تفتكرها لانها توفت من فترة طويلة. تاني يوم الصبح لان وزو وجاو انطلقوا للمدرسة، لكن المجرمين راقبوهم ولاحظوا ان دب الباندا موجود معاهم. وبعد فترة قصيرة التلاتة وصلوا لمدرستهم اخيرا. وهنا بنقابل كينان زميل لين بالفصل ويبقى بطل المدرسة برياضة التيكواندو. وبعد ما سلم على لان كمل بطريقه. وهنا واحد من المجرمين الاندال اتسلل بهدوء وخطف دب الباندا، بس من حسن الحظ جاو لاحظه وجري وراه باقصى سرعة. اما كينان اعترضوا ووقفوا عند حده، فجاو استغل الفرصة ومسكه روق عليه باستخدام مهاراته بالكونج فو. حتى كينان اظهر قدراته الرهيبة في التيكواندو ومسك المجرم طحنه واجبره يرجع الباندا، لكنه ما استسلمش وخطفه من جديد. بعد كده جري باقصى سرعته. طبعا جاو وكينان طردوه في كل انحاء المدرسة وحصروه في ثواني لحد ما وقعوه بصندوق النفايات ودحرجوه بعيد عنهم. لكن طول الوقت بنلاحظ ان كينان بيراقب جاو في صمت لانه منبهر بقوته وعايز يتحداه لقتال. في بداية اليوم المدرسي المعلمة قدمت جاو لكل الطلاب وعرفته بيهم. بعد كده حصة الالعاب بدأت. في الاول المدرب رحب بالتلاميذ وامرهم يجروا حوالين الملعب، لكنه اتفاجئ بلياقة جاو العالية لانه سبق الجميع وانطلق بسرعة البرق. ده غير انه كان بيلعب ضغط على ايد واحدة وعمل اكتر من 300 عدة. طبعا المدرب اتجنن وما كانش مصدق عينيه. اما زو فشل لانه بياكل اكل غير صحي والتلاميذ استهزأوا بيه. في الوقت ده قائد العصابة الندل كان بيلعب جولف وبيوجه الكور لوش الدكتور زانج عشان يجبره يساعده في الوصول لاختراعه السري، لكن الدكتور رفض وقال ان بنته لان وابنه زو هيحموا الاختراع بشجاعة طول الوقت. اما زو سأل جاو ازاي يبقى ماهر بالكونج فو، فجاو وعده انه هيدربه تحت ايده ويعلمه اسراره. بعد كده الاتنين راحوا لنادي المدرسة عشان يقابلوا لان، وهناك جاو اتفرج على كينان ومهاراته الرائعة بالتيكواندو فتعصب بشدة وكان عايز يتحداه.
بالليل جاو بدأ يتدرب على الكونج فو مع نفسه عشان يطور مهاراته ويقدر يغلب كينان. وهنا بنعرف ان المجرمين موجودين بره البيت وبيستعدوا لسرقة الاختراع السري. في البداية واحد منهم حاول يدخل عن طريق الشباك لكنه وقع على نبتة صبار ووشه اتبهدل، فهو وصاحبه قرروا يتسللوا بهدوء ويفتشوا المكان بدون ما اي حد يحس. لكن جاو كان مستخبي وفضل يعمل فيهم مقالب لحد ما خلاهم يحسوا بالرعب واتخانقوا مع بعض. في النهاية جاو ظهر ومسك المجرمين ظبطهم بسهولة، لكنهم قدروا يغفلوه وسرقوا الباندا. بعد كده كسروا الشباك وجريوا بسرعة البرق. اول ما لان وزو عرفوا اللي حصل قالوا انهم هيتصلوا على البوليس بكرة ورجعوا للنوم من جديد. اما قائد المجرمين هزق اتباعه لان الباندا اللي سرقوه مش هو اختراع الدكتور السري وكان عبارة عن معطر للجو، ده غير انه هزقهم ولعب جولف على دماغهم. تاني يوم كينان استعرض مهاراته بالتايكواندو في نادي المدرسة والجميع انبهروا بيه، فجاو طلب يتحداه عشان يثبت انه اقوى منه. في البداية كينان رفض التحدي لكنه وافق بالنهاية لان جاو قوي بالرغم من صغر سنه. بالفعل المعركة ما بينهم بدأت والاتنين نزلوا طحن في بعض. وهنا بنعرف ان المجرمين كانوا متنكرين على شكل طلاب في المدرسة واستغلوا انشغال الجميع وراحوا عشان يسرقوا دب الباندا. اما كينان اتعادل مع جاو والاتنين ثبتوا بعض لان قوتهم متساوية. وبالصدفة زو لاحظ المجرمين وهما بيسرقوا الباندا فنبه الجميع ليهم. طبعا كينان وجاو طردوهم باقصى سرعة، واول ما التلاميذ حصروهم واحد من المجرمين اخذ بنت رهينة لكنها ماهرة بالفنون القتالية وعلمته الادب. في النهاية كل الطلاب اتجمعوا على افراد العصابة ونزلوا فيهم طحن بدون رحمة، لكن المجرمين جات لهم فكرة ذكية وبدأوا يرموا جوائز المدرسة. طبعا كينان واصدقائه حسوا بالخوف لان الجوائز غالية جدا، فالمجرمين شتتوا تركيزهم وهربوا من المكان في ثواني. بعد فترة قصيرة المدرب وصل وحس بغضب شديد لان النادي اتبهدل بشدة. اول ما المدرب والاستاذة عرفوا اللي حصل اتصلوا على البوليس، ولان عرفتهم ان دب الباندا الخاص بيها اتسرق. ده غير ان المعلمة زعقت لجاو وقالت لولا تحديه لكينان في قتال ما كانش كل ده هيحصل. اول ما لان وزو وكينان روحوا اتفاجئوا ان جاو مش موجود معاهم وحسوا بالقلق، فبدأوا يدوروا عليه في كل حتة، وفي النهاية لقوه قاعد لوحده في حزن شديد لانه حاسس ان هو السبب في سرقة الباندا. لكن زمايله صالحوه وقالوا انهم هيحلوا المشكلة باسرع وقت. من هنا جاو اصبح صديق عزيز للان وكينان وزو وبقوا يلعبوا مع بعض كل يوم. اما رئيس العصابة قال للدكتور زانج انه هيخترق حماية دب الباندا وهيوصل للمعلومات المهمة الموجودة بيه، فالدكتور حس بالقلق الشديد لانه ممكن يستخدم اختراعه السري في الشر. بعد ساعات طويلة من المحاولة المجرمين ما قدروش يخترقوا الحماية لدرجة ان رئيسهم اتعصب بشدة وفضل يعذب في الدكتور زانج، لكن الدكتور رفض يعطيه كلمة السر. وبالصدفة لان ارسلت رسالة على تليفون والدها وعرفته ان عيد ميلادها قرب، فرئيس العصابة قرر يخطفها. في الوقت ده كينان وجاو وزو كانوا في السوق عشان يشتروا هدية لعيد ميلاد لان، فكينان قرر يشتري لها باندا لعبة بدل اللي اتسرق منها. في الوقت ده لان بدأت عيد الميلاد واصدقائها زاروها لكنها اتفاجئت برسالة من تليفون والدها فخرجت لمقابلته. وهنا بنعرف ان ده فخ من العصابة عشان يخطفوها، بس من حسن الحظ كينان وجاو لمحوها من بعيد، ولما حاولوا ينقذوها اتفاجئوا بمجرم ضخم قوي جدا اتصدى لهم هما الاتنين واخد لان وهرب. فكينان طلب من اخته تتصل على البوليس وهو وزو وجاو طردوا المجرمين وسط الشوارع من اجل انقاذ صديقتهم لان، وفي النهاية وصلوا لمقر العصابة اخيرا. اما قائد المجرمين قابل رجل اعمال امريكي وقرر يبيع له برنامج الدكتور زانج السري اول ما يفك التشفير. بالفعل لان وصلت اخيرا، فرئيس العصابة هدد والدها بيها، واول ما لان بدأت تتكلم تشفير البرنامج السري اتفك لانه كان مقفول ببصمة صوتها. في الوقت ده جو كينان اتحدوا وقدروا يغفلوا الحراس، لكن فجأة المجرم الضخم ظهر من جديد، فكينان طلب من جاو ينقذ لان وهو هيقاتل الوحش ده. بالفعل كينان هاجم المجرم الضخم بشراسة ملهاش مثيل. اما زو اتسلل لغرفة رئيس العصابة وفضل يلعب باجهزة الكمبيوتر بدون ما اي حد يلاحظه، لكنه اتمسك في الاخر. وهنا جاو ظهر
وطلب من رئيس العصابة يسيب أصدقائه في حالهم. طبعا المجرمين استهتروا بيه لأنه صغير وحصروه من كل اتجاه. جاو استخدم مهاراته الأسطورية بالكونج فو وقدر إنه يهزم كل أعدائه بسهولة مع إنهم أكتر منه في العدد. أما الدكتور زانج استغل تشتت المجرمين وفك قيوده. بعد كده حرر ابنه زو وبنته لان وطردوا قائد العصابة عشان يرجعوا منه البرنامج السري. بس للأسف كينان خسر القتال ضد المجرم الضخم، فجاو قرر يقاتله وش لوش عشان ينتقم لصديقه. لكن المقاتل الضخم سيطر عليه لانه ما كانش بيتأثر بضرباته. وهنا كينان اتحد مع جاو لان دي الطريقة الوحيدة للانتصار بالقتال، وقدروا انهم يدمروه تماما. من حسن الحظ البوليس وصل اخيرا وقبض على رئيس العصابة الندل. في النهاية المدرب والاستاذة حضروا عشان يطمنوا على الدكتور زانج واولاده، والكل فرح بشدة. بعد 3 شهور مدير المدرسة شكر جاو لانه ضرب التلاميذ وساعدهم يسترجعوا لياقتهم البدنية.